تفتكر مين اغنى رجل في العالم؟ ايوه انت صح، ايلون ماسك. بس ده دلوقتي، انما بقى في القرن ال19 وقبل دخول الانترنت والعملات بقى الرقميه والتضخمات اللي حصلت، كان اغنى رجل في العالم واول ملياردير في التاريخ هو جون روكفيلر، مؤسس شركه ستاندرد اويل. روكفيلر كان عنده ذكاء مالي من وهو صغير، وفي الستينات من القرن ال19 دخل عالم البترول اللي كان لسه صناعه جديده وقتها. قرر انه ما يبقاش بس منتج للبترول، لكن كمان عايز يسيطر على كل حاجه، استخراج الخام بقى وتكريره ونقله وتوزيعه. وفي 1870 أسس شركته، وبسرعة بقت بتتحكم في أكتر من 90% من إنتاج البترول في أمريكا. كان عبقري في تقليل التكاليف ورفع الكفاءة، وده خلاه يبيع منتجاته بجودة عالية وسعر أرخص، لدرجة إنه خرج كل المنافسين من السوق. بس عنده نظرية كده زي علي الهواري: لو هتنافسني عندك اختيارين، يا هتبقى فان يا هتبقى كلاينت. بس الاحتكار بقى اللي عمله روكفيلر واجه انتقادات كبيرة. في 1911 المحكمة العليا قررت تفكيك شركته لشركات أصغر، والمفاجأة بقى إن ده خلاه أغنى أكتر. هو هيغلب يعني، لان قيمه اسهمه في الشركات الجديده زادت جدا. بعيدا بقى عن البترول، روكفيلر كان واحد من اكبر المتبرعين في العالم. اسس جمعيات زي شيكاغو روكفيلر، ودعم ابحاث علميه وطبيه غيرت حياه الملايين. ودلوقتي بسبب ثروته دي، عيلته لحد النهارده واحده من اهم واغنى العائلات في التاريخ، وبتتحكم في قطاعات كتيره جدا في العالم. اكتب لي بقى لو حابب نعمل فيديو عنه، وما تنساش بقى الفولو عشان تعرف قصص ناس غيروا العالم.